أتعرف ما معنى الكلمة؟ الكلمة زلزلة الظالم، الكلمة حصن الحرية، إن الكلمة مسؤولية. يا جماعة الخير، احنا لا رايدين نسقط ولا نريد ننتقص من أحد. السالفة وما بيها يشوف لك شغلة عوجة ما تتحمل يطق قلبك وتريد تحكي. خلونا نحكي، هو شبقة بالبلد غير بس الحكي. ما نطول عليكم. فيتو برنامج كوميدي ساخر، هدفه ينتقد السلوك مو الأشخاص. يعني يسوي لك شغلة عوجة نشرشحك، يسوي لك شغلة زينة نقول عاش جيدك والله، لا نلج ويا فلان ولا نتقصد علان، بس نشلب بالسوالف المخربطة تنزل لنا من السماء. أكو شغلة ثانية، البرنامج غير مناسب لبعض الفئات العمرية، يعني لا تقعد جهالك، ومشاهده تمثل الواقع. تريد مني أطلع لك المدينة الفاضلة بالمشاهد؟ خلي حياتك فاضلة وأني أطلعها مثل ما هي، فلا تصير لي أفلاطون بالفيسبوك وانت بالواقع. المهم شوفوا البرنامج. أهلاً وسهلاً بكم ببرنامج فيتو شو، البرنامج اللي كل شي بيه معدود. إحنا نعيش بأيام التعداد، الدولة تعد الشعب، تعد نفسها وتحضرها للضربة الإسرائيلية، تعد يومها وتحسبه على الانتخابات، تعد نقاط للمنتخب والمجموعة مالته وشقد باقينا ونتأهل. يعني احنا دا نعيش ايام الحساب والعد والفرز. ويلي ويلي التعداد سكاني ولازم تلتزم، اعداد سكاني لازم تلتزم، اعداد سكاني. موضوع حساب الشعب صار مشروع وطني، على الاقل هيك حسينا. تعداد رح ينقلنا من حال لحال، وهو صحيح يشبه اصطفاف الطلاب بالمدرسة أو مثل عملية تسجيل الحضور بالصف أو التعداد العسكري للجنود، بس هو صار مشروع وطني نبني عليه آمال والدولة كلها مهتمة به، لذلك صار التعداد شبه إلزامي. راح تقولون شلون شبه إلزامي؟ أقول لك التعداد مو إلزامي، بس اللي ما يسجل راح يعاني بالمعاملات ويراد له كومة إجراءات ومراجعات وحجج وإثباتات. يلا ينطوا وزارة التخطيط ورقة تثبت هو عراقي. اللي ما يسجل استاذي هذه راح يواجه بعدين مشاكل، ممكن انه بعدين راح يؤدي، لازم بعد انه ما يخلص التعداد ان شاء الله لازم يروح ياخذ عائلته تعداد بغداد ويروح معاملة طويلة. يعني هنا ما حد جبرك ما تسمح لنفسك تصير مواطن معدود، وهذا تعداد يثبت عراقيتك. يعني بعد أي واحد يقول لك شنو أصلك، إذا شاركت بالتعداد هنا راح تقول له أصلي عراقي، أنا مواطن معدود. لذلك احنا اليوم عايشين العصر الذهبي، عصر التعداد. كل مواطن لازم ينعد. ليش؟ لأنه الدولة قررت تخلي الناس نوعين، أما مواطن معدود أو مواطن مفقود. نعم، إذا ما سجلت بالتعداد رسميا أنت مو محسوب. يعني تروح تراجع يقولوا لك أستاذ اسمك مو موجود بالقائمة، روح جيب ورقة من التخطيط تثبت إنك عراقي. وبعدين تعال راح يصير تاريخ فارق، شلون قبل الطوفان وبعد الطوفان. هناهم قبل التعداد وبعد التعداد أيامنا راح تصير لها طعم خاص وعطر مميز. بالنسبة يعني المواطن العراقي تعرف، هو أنت ليش لعبالة نفسك؟ جايبك غصب ماكل شيء وأنت ما تحبه قبل الحلقة؟ عبالك أكو ريحة زفر بالحلقة، أكو جيفة راح تطلع لنا بقادم الأيام. ترى ما بينا حيل، استونا خلصنا من جيفة صفقة القرن، عطرتنا تعطير، وبعدين حطوا لها شوية معطر واختفت. مواطنين إذا تحب توجه له رسالة اللي يتملص من التعداد أو يكون مهمل أكو نتائج وخيمة عليه شخصيا. إيش دعوة نتائج
نتائج وخيمة على التعداد السكاني. يا رجل صار لهم أكثر من 20 سنة من التراجع وإحنا خيمنا بالوخيمة، صرنا موخمين. لهذا يقول لك بالعراقي وخمة بالعراق. عرفنا منين جاية هسه الوخمة؟ يعني بالنظرية العراقية الوخمة يصير من الصير الجو حار والجسم يدبك والكهرباء تنقطع، تصير حالة فيزيائية بالجسم، الجسم يصير دبق والمزاج يصير دبق، نقول وخمة الدنيا، وخمة يا دنيا وخمة. نكمل التعداد. هي حقيقة ما في عقوبات، يعني ليست هناك عقوبات. ولكن هدفنا هو يعني احنا يعني يتم يعني هو الاساس التنمية هو المواطن. زين. لا والطموح عالي، عقوبات وتملص وهدفه المواطن. احنا من زمان سمعنا هاي العبارة، المواطن هو الهدف، وأصبتم كبد الحقيقة. شايفين هاي اللعبة اللي يحطوها وينشنون عليها؟ بالضبط هاي الدائرة هي المواطن العراقي، نشنوا عليها نيش. ليش؟ شنو سببها ليش؟ يلا بالله بلا شقة، خلينا نشوف التعداد شنو غايته والأهداف السامية اللي يحملها. يعني أكيد أكو قيمة بهذا التعداد، مو أستاذ؟ بالتالي انت كل ما تكون مواطن يعني هدفك او تسعى الى اعطاء بيان صحيح او معلومه صحيحه، نعم. انت راح تساهم في بناء مجتمعك ودولة مؤسسات ودولة مؤسسات. إيه حبيب أستاذ، أنت قلت هدفك المواطن، لحد هسه ما عرفت شنو المواطن راح يستفاد. يعني إذا حسبنا عدد المواطنين راح نصير دولة مؤسسات، يعني دولة المؤسسات واقفة على المواطنين. راح نخلص من المحاصصة إذا عرفنا عدد الشعب، راح نخلص من السلاح المنفلت إذا عرفنا عدد الشعب، راح ينتهي البوق إذا عرفنا عدد الشعب، راح ترجع فلوس صفقات القرون إذا عرفنا عدد الشعب. المواطن راح يصير وضعه أفضل وتتوفر له فرص عمل إذا عرفنا عدد الشعب. وإذا عرفنا عدد الشعب أو ما عرفنا، وإحنا نعرف عدد الماكلين حق الشعب، يلا نعرف عدد الشعب. لو تريدون تعرفون عدد الشعب الضيف اللي بقى من الشعب، يعني إيش قد عدد الشعب اللي بيه مجال يهج بعد. يلا نحسبها الباكر إيش قد يرادلنا، يلا نضمن مستقبلهم الضايع. ترى ضياع هم يراد له تخطيط وترتيب وحساب وورقة وقلم ومسطرة، حتى الخلفية بالبرنامج مخططيها بمربعات على مودك أستاذ، كلها تخطيط. تفضل أستاذ كمل، النسر على كتفك وإحنا بظهرك، روح بفالك. مجتمعك هذا ليس إلك فقط، لأولادك لأجيالك المستقبلية. نعم. بالتالي ساهمتك في التعداد هي عملية ليس لليوم نتائجها ولكن للغد. طيب. للمستقبل الأجيال. أنت كل ما تساهم في هذا العمل بشكل يعني طوعي وبشكل يعني صحيح، كل ما أنت تساهم في بناء بلد عانى كثير من الويلات بسبب الحروب وبسبب كثير من المشاكل الأخرى. يلا عادي، انتو هذا شغلكم أستاذ، تخططون مثل الفرقة الموسيقية بتايتانيك، العالم تموت وهم يعزفون، السفينة تغرق وهم يعزفون. ما تشوف العازفين عندنا هواية، يابا السفينة غرزت وهم يعزفون. أستاذ المستقبل انت ضامنه؟ شنو اللي ضمنته بشكل عام استمارة التعداد؟ الاستمارة حقيقة ضم 75 تقريبا 75 سؤال. 75 سؤال وتريد المواطن يجاوبك عليها؟ هو المواطن إذا طالب ما يجاوب على أسئلته، إذا أبو بيت ما يجاوب على أسئلة مرته، وخاصة إذا بيها فلوس وصرف. إذا أم بيت ما تجاوب على جهالها من يسألوها وتقول له وخر من وجهي لا أنا أقعد. عندك مراجعة بالدائرة تسألهم ما يجاوبوك. تروح المطعم وتريد تاكل تقول له شنو أفضل طبق عندك، يقول لك كلها حلوة ولو ما مجاوب أحسن. وهو المطعم الذبان ياكل بيه أكثر من الناس ويقول لك كله زين. الانتخابات اللي تحدد مصيرنا لحد الآن ما نعرف إيش وقت تصير وما حد يجاوبك. المنطقة كلها مشتعلة
وتغيير بالقوة وموازينها، وما نعرف وين رايحين، ومن تسأل ما حد يجاوبك أو يعرف الجواب، وتريد أنت مواطن يجاوبك على 75 سؤال، من هاي مخليها عطلة ومنطين حضر تجوال ثاري على المود يتعب على إجابات الأسئلة. أستاذ الأسئلة بيها ترك، بيها املأ الفراغات، إذا ملء الفراغات من هسه أقول لك ما حد يمليها، حياتنا كلها عبارة عن فراغ، وإذا بيها علل فحياتنا كلها معللة وقاعدة بالشورت. لو احنا نعرف نعلل من صدق ما كان هذا وضعنا، صار لنا أكثر من 20 سنة. لعله الأسئلة مهمة وتغير مسار حياة المواطن العراقي. يلا أقلها نعرف إيش قد عندنا ناس راح يسعدون على الجسور الجديدة، ليش تروح فلوسنا هيك حرامات؟ زين. تضمن خصائص التعليمية، يعني الالتحاق بالتعليم، تسرب من التعليم، الجانب الخاص بالعمل، يعني النشاط الاقتصادي، المهن. طيب. الجانب الخاص بالصعوبات اللي تواجه، يعني عنده مثلا إعاقة في البصر، إعاقة في السمع، في كثير من الأمور، في الحركة، في كثير من الأمور. هي هاي الأسئلة ما يرد لها سؤال. الشعب نص ساعة في الدراسة على مود يشتغل ويعيش، والحمد لله ما لقى شغل، بس ضل عايش لا تخاف، أو يكمل الدراسة بس ما يلقى تعيين، هم ضل عايش لا تخاف. شو تريد تعرف بعد بالأسئلة؟ الصعوبات؟ احنا أهل الصعوبات، عندنا رجال لتجاوز الصعوبات. وإذا تسأل عن الصحة الحمد لله زينة، أكثر شيء نسأل عليه بحياتنا شلون الصحة؟ الحمد لله. الإعاقة ظل تدور باحث اجتماعي يقدر نسبة الإعاقة، لو بالجسد لو بالعقل، وبالأخير هذا التعداد محبط راح يحبطك يا أستاذ. إضافة إلى أسئلة الهجرة، التنقلات. طيب. منين جاي وين منين جاي وين رايح؟ حتى هنا موجود هذا السؤال. أستاذ أنتوا الأسئلة حاطيها مجاملة للأطراف اللي ساعدتكم بالتعداد. أشو حاطين سؤال لوزارة العمل، أسئلة عن الممتلكات الخاصة بالناس ورواتبهم، وحاطين سؤال للداخلية، سؤال أنت منين جاي وين رايح. طيب أسئلة الزراعة إيش راح تقولون بيها؟ كم كيلو بوتيتا عندك؟ لو هاي الطماطة رايجة، البامية بترة. يلا بعدها أسئلة عامة عادي، جوارينكم يطلب منكم بصل وصمون وفسر، المهم نبقى بحدود هاي الأسئلة. لو إيش تقول؟ إلى أسئلة خاصة بالخصوبة، خصوبة المرأة العراقية. واو، خصوبة؟ تبحثون عن الخصوبة؟ هاي شلون يسألها العداد؟ من هاي اكو ناس تتعارك وياهم، يجي العداد يقول له مرتك خصبة؟ شو الجواب؟ ليش المرأة تسأل عن خصوبتها؟ شو الرجل العراقي بيحل يتحمل الخصوبة ومصاريفه؟ يلا اطمئن، الخصوبة بأعلى مستوياتها، تشوفها بالشارع الجهال مشمرة يلحقوك بالطابوق وبالنعل، وهاي نتيجة طبيعية. ويا كل هالضغط وين يروح المضغوط؟ غير يروح يفك الضغط. ما تشوف حتى برنامج فك الضغوط بالحاسبة اسمه. شرد أقول لك، العالم قامت تدور تخصيب يورانيوم، وانت بعدك لاحق المرأة العراقية تخصب جهال. أنصحك تسوون شراكة ويا روسيا، هي همنا تدور خصوبة والأم المثالية. هذا التعداد راح يفيدها، على الأقل أكو شي نتيجة طالعين بيها من هذا التعداد. وهنا العراق يقوم يصدر خصوبة أحسن ما نصدر فوضى للمنطقة. في بيته وطلع يتونس برا أو راح إلى مكان ثاني، أو تهرب لما شاف الاستمارة عندك بها كم سبلت أو ما شابه ذلك، افتهمها جهلا بأنه سوف ترتبط بالضرائب، مع العلم من حق الدولة أن تعرف ايش قد تستهلك أنت كهرباء، لأن تطلع مظاهرات من تنطفي عندك الكهرباء. الدولة تعرف الكهرباء من اختراع اسمه عداد الكهرباء، ما يحتاج تعداد. أستاذ الظاهر المفاهيم مش شابشة عندك، الكهرباء نعرفها من العداد ومن التعداد. يلا أكيد أكو غاية بالموضوع، بس ما يخالف أصفي نيتي، خلي أشوف السبب الحقيقي للتعداد. أكو وحدة من أسباب إقامة التعداد السكاني شنو؟ نتحدث ما بعد إجراء هذا التعداد السكاني، وفيما يخص الموازنة تحديدا، شو راح يأثر هذا الموضوع على نسب الموازنات في المحافظات؟
واحنا نعرف انه اكيد اذا زاد العدد فاكيد راح تزيد نسبه الموازنه، واحنا ما معجز اصلا من خلال هذه الموازنه. بس احنا جاي نحكي عن 13 زياده وربما توصل ل 13 مليون نسمه، اذا نتحدث عدد السكان في ازدياد بينما الايرادات ثابته. اي اذا ثابت، اذا شو راح يصير؟ راح تقل حصه الفرد الواحد، راح تقل، ما عندنا مشكله بهاي القضيه. ثمن نروح نجيب غير حسب الدخل اللي عندك. هذا ملخص لاستغلال التعداد السكاني لأغراض سياسية. الناس يصيرون هواية والفلوس تروح بركتها، ولو هي صدق الفلوس اللي تدخل للدولة قليلة، فيا ريت لو ننطي الدخل اللي يجي للدولة وناخذ بداله الدخل اللي يروح للخارج عن الدولة، لأنه ميزانياتها عايشة على الدولة ومجوعة الشعب. وحال الفقير وأمنياته تقول إيش وقت يجي اليوم اللي نحصي بيه القتلة والحرامية والسراق والمستفيدين منهم، حتى ما نعرف بس الشعب، أقلها هناك نعرف اللي باقي للشعب شنو. ونشوفكم بعد الفاصل. العراقي يعيش بالحياة بمبدأ الفوز والخسارة، النجاح والفشل. فمن عندك هيك طبع وتقرر تصير مشجع، ما راح تقبل بالخسارة لأنه تشوفها فشل. ومن هنا نقدر نقول إنه أملنا وتوقعاتنا تخلينا نشوف المنتخب الوطني البرازيل بعظمتها، الأرجنتين بقمتها. فتشوف العراقي من يشجع المنتخب الوطني تلقاه مستعد يبيع عمره على مود الفوز. وبملعب البصرة الدولي أو بجراج حويدر جمهور جاي من كل المحافظات، اللي حاط أهله على الشحن، اللي متضايق من أصدقائه، واللي عايف شغله وجاي، الكل جايين شايلين أعلام العراق وأحلامهم بالفوز على الأردن. وبعد سرة من التذاكر مع دخول الملعب ونومه بالقاع وعركات وصياح. اللي حصل تذكرة طب، واللي ما حصل تذكرة ظل نايم بالشارع. بس أكو مشجعين قافلين قرروا ما ينامون بالشارع، لا طبوا قبل ما يطب الأمن للملعب أصلاً. نامين هنا بالملعب، شوف نامين بالكراسي حمود الوائل. هذا الملعب يا طلع الساعة حمود، طلع الساعة شوف طفي جازك. شوف الساعة ب5:43 الصبح. شوف هذا الملعب نامين جوا الكراسي، نامين جوا أرقى طريقة هي هاي الجيرة. تذكرة ب100,000 عدنان الدرجال. تذكرة 2,000. تخيل هيك جمهور قافل شنو ينتظر؟ فوز تاريخي أكيد، أداء أسطوري طبعا. لا، المفاجأة كانت تعادل ويا الأردن. تعادل يعني شنو؟ يعني الناس اللي جتي من الموصل والأنبار وبغداد وقطعت كل هالمسافات حتى تطلع بتعادل وأداء باهت، والجمهور يهتف من كل قلبه حيوا أسود الرافدين. والأسود بالملعب قاعدة تتثاوب، الهجمات بطيئة، التمريرات مفقودة، قول وخلصت المباراة وبدت الحفلة الكبرى على السوشيال ميديا. لو مخلين أبو تشريب يلعب كان جاب جول أحسن، لو فلان نازل كان فزنا، لو فلان لاعب كان، وإلى آخره من الحفلة اللي صارت على السوشيال ميديا. أوجه رسالة محب المدرب منتخبنا كاساس، أقول له عمي الله بالخير كاساس، عمي أنت جمهور داعمك، اللاعبين داعمينك ويحبوك ومدلينك دلع، الاتحاد داعمك، قلوب العراقيين كلها وياك، فدوى روح لك، عندنا لعبة وعمان، لا تنزل لي تشكيلة الشياب الاستوكات، عندك شباب حلوين يخبرون، عندك مثل يوسف لامين، عندك مثل منتظر ماجد، عندك مثل زيدان اقبال، عندك علي حمادي، فدوى روح لك، لا تشلب لي بالشياب، احبك المقدسات لا تشلب لي بالشياب، وعمي لا يزعلون علي هذول اللواعي، قلهم عمكم ابو علي يسلم عليكم وخلي يجوني، انا شغلهم وياي، اوديهم فصول، اوديهم عطاوي، اوديهم خطبه، يفضون مشاكل العالم، هذول يجيبهم علي، وين ما في شغل اليوم ما في شغل نضل الرشق ماي بالحديقه، وين فضل. وعمكم ابو علي ما كذب خبر،
واقتنع كاساس بحجته ورحل مسقط بمباراتنا ويا المنتخب العماني، والكل مترقب متوقعين الكارثة الثانية. وفجأة المنتخب ينزع ثوب التعادل العظيم ويلبس ثوب أسود الرافدين الحقيقي، وفزنا 1-0 على سلطنة عمان، ورجعت الفرحة للجمهور العراقي من مسقط. بعد فرحة الفوز من تجي الموضوع تشوفه تلقى احنا مشكلتنا مو ويا المنتخب، احنا عندنا مشكلة بالفكرة. من تلعب على أرضك تتعادل وأدائك يكون باهت، ومن تلعب خارج أرضك تفوز. نصيحتنا يا منتخبنا العبوا دائما وكأنكم تلعبون خارج الحدود، بس أخذوا جمهور العراق بحماسهم وياكم، ومو بس تاخذون أحلامهم، لأن لو المباراة تنقاس بحماس الجمهور مو بالأهداف كان أي منتخب يواجه جمهورنا الجمهور العراقي يفوز عليه 7-0. جمهور فعلا يستحق الميدالية الذهبية على الصبر، لأنه صبرنا وصل لمرحلة لو وزعناه على منتخبنا كان فاز حتى بكأس العالم. ونشوفكم بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم في فقرة الترندات، ونبدي من أول ترند: الحصان المطلوب دم. نشوف بيت مكتوب عليه لا يباع ولا يشترى أو مطلوب دم، تعرف هنا أكو طلابة عشائرية وراء وصاحبة مطلوب بمشكلة. بس ما تلقى حصان مطلوب ثار، هذا شو مسوي؟ رافس له مطي، معتدي على هايشة، قضيته دوسة حظيرة. زين هذا الحصان معقولة منطي عطوة وما محول؟ جوز راد يدقوه وفلت. حالة تبين لك الفوضى اللي وصلنا لها، لهالدرجة وصلت حتى الحصان قامت تحل مشاكلها بالفصول بدل القانون. حبايب مين يعرف قصة هذا الحصان؟ مكتوب عليه مطلوب دين، صار له يومين مربوط، يوم يلا انفتح وما حد يرضى ياخذه ولا واحد يرضى يدلنا له. اللي يعرف قصته خليه يكتب لنا بالتعاليق شنو قصته وراء يومين عنده. ومن الحصان المطلوب دم لساقية بالبصرة، شارع بالبصرة مر بدورة حياة الرصيف العراق، ينبني منا يتقرنص منا، يجي أبو الكابل الضوئي أو المجاري يفتح له فتحة ويخلي رافد من روافد الفساد بالشارع، وبعد كم شهر يجي يدفنه من ورا خشمه ومتفضل طبعا بشوية تراب، ولو دافن بزونة هم تترتب قبرها أكثر من ترتيب هاي الحفرة اللي يحاول يطمها. هذا شارع محطة قطار المعقل في منطقة السكك في محافظة البصرة. طبعا واضح بالصورة هذا الشارع تم إعادة تأهيله وإكساءه وتبليطه قبل تقريبا 2 أو 3 أشهر، يعني شارع جديد، المقرنص جديد أيضا،
والتبليط جديد، واستبشرنا خير حقيقة بهذه المشاريع. لكن اليوم بتاريخ 18/11/2024 حقيقة تفاجأت لما ما تم رفع المقرنص مثل ما تشوفون وتلاحظون بهذه الطريقة. وما أعرف اليوم هل هناك يعني بوري ماي مثلا أو كيبل ضوئي أو قابل له كهرباء أو جوز خندق، احتمال مسوي لكم خندق. سمعوا الوضعية تعبانة واحتمالية الحرب كبيرة، قالوا خلي نسبق ونحضر خندق. طابين معركة النورماندي، عبالك هذا سوء تخطيط؟ لا غلطان، هذا استباق أحداث. احنا ناس نحسب أثاث وخصوبة، ما تريد نحسب نفسنا للأيام الجاية. ومثل ما أكو أشياء سلبية أكو أشياء إيجابية وحلوة بالبصرة. رجل مرور اللي أنهى عمله وراح بدافع حرص ومسؤولية عالية بجمع النفايات اللي بالشارع، وجاب وياه أكياس وجمع بيها النفايات. فتحية شكر وتقدير لكل مواطن يكون دوره إيجابي بمجتمعه، عمل يستحق كل التقدير والاحترام. هذا المرور الشهم يجمع النفايات مكان دائرة البلدية ومكان بلدية المعقل. هاي بالمعقل تقاطع المعقل. بارك الله فيك. بارك. اي والله الله يبارك فيك، جزاه الله خير. المفروض هذا يتكرم، جايب لك ياس نفايات ويجمع. فيديو آخر أخذ صدى وكان برسالة إنسانية جميلة، حملة لفتح الأقفاص وتحرير الطيور يطلقوها شباب من الأنبار. أطلق الشاب عدي البدراني عدد من الطيور الكناري في جو ضمن حملة أطلقها تهدف إلى فتح أقفاص الطيور لتزيين السماء العراقية بأنواع الطيور. إذ قام البدراني بشراء مجموعة من طيور الكناري بقيمة 100,000 دينار وأطلقها وسط أحياء مدينة الفلوجة، ويقول ما شفنا سماء العراق غير بس العصافير والحمام، فأني أطلقت حملة تزيين الجو بالألوان. شلون؟ من خلال إطلاق هاي الطيور الملونة. يابا السلام عليكم. اكو حملة حلوة والله العظيم اريد اطلاق. انا شنو بس ما شفنا بالسماء العراق بس العصفور والحمام. زين ليش ما واحد يسوي مبادرة حلوة؟ على شنو؟ الله عليك، تقدر حابس نفسك بالبيت، تقدر وبغرفة بس اكل وما ياكل وما ياكل، ما شي يصير بي. واحد لازم ينفح الروح. يعني هاليوم راح اسوي اطلاق حمله لتزيين الجو مالتنا. شلون تزينه؟ بالوان شلون؟ مثل هذا الالوان. بسم الله الرحمن الرحيم. صور هذا ليش راح؟ بسم الله. شفتوهين؟ واحد يزين الجو مالته هيك. ولهنا نوصل وياكم لختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج فيتو. نشوفكم بحلقة جديدة. مع السلامة.